السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشرح النهاردة Creation Business Manager. طيب انت بتدخل على جوجل عادي جدا، بتختار Business Manager Overview Facebook. تمام، بيفتح لك بالشكل دوت. طبعا لو انت عندك اكونت عادي جدا بتفتحه وبتكمل عليه. هنقول لكم بعد كده بتعمل ازاي. طب افترضنا ان انت ما عندكش اصلا اكونت على Business Manager، بتدخل جدا ما بيظهرلكش الصفحة دي، بتظهر لك صفحة تانية، صفحة Creation عادية جدا. تمام، بتختار من خلالها اول حاجه الكاتيجوري بتاعك. طيب افترضنا ان انت الكاتيجوري بتاعك بتختار حاجه قريبه ليك، يعني مثلا نيو شوبينج، مثلا نيو بيزنس، اي حاجه قريبه من الكاتيجوري بتاعك. بعد كده بيختار منك شويه بياناتك اللي هي اسمك والبيانات اللي هي العنوان الى اخره. بيجي عند جزئيه معينه اللي هي خاصه برقم التليفون، بيكون رقم التليفون بالشكل دوت بلس 2 بعد كده رقم تليفونك. طبعا كل حاجه على حسب الدوله، احنا بنتكلم على مصر. طبعا بالنسبة للبريد الرمز البريدي بتكتب رقم 11 8 6 5. تمام، بعد كده هيظهر لك حاجة اسمها الويب سايت، ممكن تكتب أي ويب سايت عادي جدا، مفيش أي مشكلة. تمام، بعد كده بيفتح معاك، تدخل بيكون بالشكل ده. احنا هندخل هنا في الجزئية ديت، جزئية مهمة جدا. احنا هنعمل ازاي ال الإعدادات الخاصة بالبيزنس مانجر. تمام، بدخل من هنا في السيتنج، بيحمله دايما البيزنس مانجر، بيبقى بطيء شويه. دي السيتنج. طيب قبل السيتنج ديت في حاجه مهمه، اول ما بتعمل البيزنس مانجر بيعمل لك حاجه اسمها فيرتيفاي، اللي هو التاكيد عشان تقدر تستفيد بخدمات البيزنس مانجر كلها. بتتبعت لك على الميل الخاص بيك، بيجي لك بالشكل دوت. تمام، بتدوس تاكيد كونفيرم، بيشتغل معاك. بيجي لك دايما، ما بيجيلكش في البريد الوارد عشان ممكن نقعد ندور عليها شويه، بيجي في اللي هي في المجتمع في السوشيال. تمام، بيجي لك هنا في الرسائل الاجتماعيه اللي هي بتكون طبعا او السوشيال. بعد كده بتختار اللي هو تاكيد بريدك وبتدوس كونفيرم، بيدخلك وبيكون شغال معاك. يعني افترضنا ان هي ما بعتتلكش او ايا كان السبب، تمام، تنزل تحت خالص لما بتدخل. تمام، بتختار بيزنس انفو وبتعمل ريسيت. ده بيكون شكل الصفحه من جوه زي ما اتفقنا. دي بيكون فيها بعض الحاجات زي هنا بيبول، تقدر تضيف الناس من هنا، طبعا احنا تطرقنا ليها سابقا. وطبعا هنا البارتنر، ممكن تضيف شركاء لو انت مثلا عندك عايز حد يعمل لك اعلانات، طبعا بعد ما تاخد الكورس ده مش محتاج حاجه زي كده. طيب هنا حاجه اسمها البيج، انت ممكن تقدر تعمل كرييشن للبيج من هنا، وبرده طرقنا له قبل كده. هنا بقى الجزئيه المهمه بتاعت اد اكونت. اد اكونت ده انت هنا هتقدر تدير منه الحمله بشكل كامل. هو انت تلقائيا مجرد لما بتعمل الصفحه بيكون ليك حساب، بس هنا هتعمل ممكن اكتر من حساب. يعني انت ممكن تضيف 3 حسابات او 4 حسابات او اي حاجه على نفس الاكونت بتاعك، وكل واحد بيكون ليه فيزا مستقله. تمام، كل واحد بيكون ليه فيزا مستقله، وتقدر من خلاله تقدر تختار ما بينهم، تقدر تعمل اعلان هنا او اعلان هنا او هنا. طيب بتختار من هنا في حاجه اسمها اد، في حاجه اسمها هنا اد اكونت. ده ممكن تعمل ريكويست لاكونت لحد معين. تمام، هنا في حاجه اسمها create a new account. create a new account ده انت بتضيف اكونت تاني على الحساب بتاعك. تمام، من هنا بتختار اسم الاكونت بتاعك زي ما انت عايز، وبعد كده مثلا لو افترضنا مثلا اي حاجه، وبعد كده بتدوس نيكست. هنا بيقول لك انت عايزه على البيزنس بتاعك ولا عايزه على بيزنس تاني، فانت بتختار طبعا البيزنس بتاعك، بتدوس create. وبيكون ظاهر معاك بالشكل دوت. هنا بتختار ان انت عايز الحساب بتاعه، بيديك امكانيات ان انت يكون الحساب ده ليه مانج ان اكونت ليه كل الخدمات، او بتختار الصلاحيات اللي انت عايزها للاكونت بتاعك. بيكون الاكونت بالشكل دوت. هنا بيقول لك ان هو ويل دان. تمام، طيب انا كده الاكونت بتاعي اصبح موجود عندي اهو اكونت كامل دلوقتي. طيب انا الاكونت ده عايز اضيف له بيمنت، عايز اضيف له فيزا، او عايز اضيف له اي حاجه. باجي هنا تحت خالص في البيمنت. هنا انا بضيف الفيزا بتاعتي. هنا طبعا بيقول لك البيلينج كانتري، ده طبعا مصر. هنا بيعمل جزئيه مهمه جدا ولازم ناخد بالنا منها.
دلوقتي انا باجي اعمل الحساب بتاعي، انا عايزه يكون بالجنيه ولا بالدولار الى اخره. طبعا دائما يفضل انه يكون بالدولار عشان تكون بعملة الفيسبوك نفسها. هنا بختار يو اس دي اللي هو الدولار الامريكي، ادي الدولار. وبعد كده بحط اسم اللي موجود على الكارت بتاعي، وبعد كده هنا رقم الحساب والاكسباير والسكيورتي طبعا الموجود في الظهر، وبتدوس كونتينيو. بعد ما بتدوس كونتينيو بيطلع لك اختيار بيقول لك انت عايزه على انهي حساب. طبعا انت عامل كرييشن لحساب الاكونت بتاعك فبتربطه عليه، فبالتالي اصبح كده الحساب بتاعك اللي انت عامله اصبح جاهز، والفيزا طبعا بتاعتك اصبحت جاهزه. طبعا لو احنا طبعا في مصر، طبعا لو عندنا مشاكل في الفيزا او الى اخره، ممكن في بعض الخدمات بتقدمها بعض البنوك زي البنك العربي الافريقي بيقدم لك فيزا فور يو من غير اي حساب بنكي، تقدر من خلالها ان انت تستخدمه بمنتهى البساطه. تمام، ويعتبر دي اهم الحاجات اللي موجوده في البيزنس مانجر.